السلام عليكم. الموضوع اللي عامل ضجة دلوقتي في كل السوشيال ميديا هو طبعا موضوع محمد رمضان وصوره مع المطرب الإسرائيلي واللاعب الإسرائيلي. الموضوع كبير ولسه مش عايز يصغر ومش عايز يتحل. أنا أول حاجة عملت فيديو عن ان هو في اول الامر، يعني اول ما ظهرت الصور بتاعته، ان كان ليه صوره مع اسرائيليين وهو طلع نفى قال الناس دول انا ما اعرفهمش. فانا طلعت دافعت عن الراجل، او مش دافعت عنه، او حاولت اقرب الصوره ان هو مش اي حد هيتصور معايا هقول له جواز سفرك فين. بعد كده ظهر فيديو تاني ان هو موجود في الحفله وبتتغنى اغنيه هافا نجيله هافا بتاعت اسرائيل. فعملت فيديو تاني وضحت الامر ان كده الموضوع بقى صعب عليه جدا، وان المفروض اغنيه زي دي مشهوره جدا في اسرائيل وهو ازاي يبقى موجود في صوره زي دي. بعد كده حاولت يعني اوصل لامور مستخبيه شويه عشان اقدر اوصل لجزء من الحقيقه، بمعنى ان انا عشان ادافع عن محمد رمضان وهو غلطان ما ينفعش، وفي نفس الوقت عشان اهاجمه وانا ما عنديش اي معلومه برضه غلط. المهم في الموضوع الانصاف، يعني انا مش عشان بحب محمد رمضان يعمل الغلط وانا اقف معاه، او لو انا بكره محمد رمضان يعمل الغلط نقف معاه، او العكس. الموضوع مش كده، الموضوع يبقى فيه شويه انصاف. فانا يعني شايف الناس كلهم بيدوروا ورا محمد رمضان بس وكله بيهاجمه، وفي كتير من محبيه بيدافعوا عنه من غير ما يعرفوا اذا كان صح ولا غلط. يعني لازم نعرف الموضوع ماشي ازاي الاول. انا قعدت ادور ورا الموضوع، الناس كلهم قاعدين ورا محمد رمضان، انا سبت محمد رمضان خالص ودورت ورا حمد المزروعي. فاتفاجئت بحاجات غريبه جدا. حمد المزروعي دوت تحديدا من حوالي 10 اشهر اتكتب على التويتر بتاعه ان هو بيرحب او بيتمنى ان علم اسرائيل يرفرف في الامارات وعلم الامارات يرفرف في اسرائيل. بعديها الكلام ده اتحذف وطلع قال ان ممكن الحساب بتاعه كان مسروق، ان الحساب ده مزور. ولكن مع الصور دي اللي طلعت دلوقتي، وهو اللي جاب المطرب ده وخلى محمد رمضان يتصور معاه وهو شارك في الصورة، معنى كده ان الموضوع ما كانش مكتوب بالغلط، ده هو كان كاتبه فعلا. وهو من احد الناس المرحبين جدا بالتطبيع مع اسرائيل، التطبيع المقصود والمتعمد. الراجل ده سافر اسرائيل وكتب على التويتر بتاعه ان هو في تل ابيب. يعني الراجل بالنسبه له التطبيع امر كويس جدا، امر ممتاز. دي نقطه. النقطه الثانيه، ناخد الفيديو اللي طلع فيه محمد رمضان، هو اخطر دليل ضده ان هو كان عارف ان الحفله دي بتاعت اسرائيليين وهو رايح ومبسوط. الفيديو ده لما تيجي تبص له كده او تحلله او تبص عليه بالراحه، هتلاقي محمد رمضان طلع في جزء صغير من الفيديو، يعني حوالي ثانيه وهو واقف في ركن. بدايه الفيديو بتوحي لك او بتوري لك ان اللي رايح يصور الفيديو ده رايح خلسه، او رايح من غير ما حد يحس بيه. يعني حتى بيصور حوض وحاجات كده، في يعني الصوره مش باينه الكادر ان انت واحد بيصور جزء من الحفله مثلا، لا ده واحد داخل بالتليفون. للناس اللي بتصور وفاهمه تصوير هيفهموا، يعني هيفهموا الوضع عامل ازاي. واللي هيعيد الفيديو او يعيد الفيديو بتاع التصوير ده هياخد باله ان اللي داخل يصور داخل خلسه، او داخل يسرق حاجه بالصوره ويخرج بيها. دخل والجزء اللي صوره في الاغنيه بتاعه هافا نجيله هافا، واخد جزء في الصوره عند محمد رمضان، يعني دخله في الكادر، وبعدين خرج على انه بيصور المباني اللي ورا او العماير اللي ورا او ناطحات السحاب اللي ورا. المهم ان المغزى ان محمد رمضان يبقى في الصوره. هتيجي تلاقي محمد رمضان في الجزء بتاع الفيديو دوت واقف على جنب لوحده، لا مثلا لا بيرقص لا فرحان لا بتاع، واقف يعني تحس فيه ارتباك، في حاجه مش مظبوطه، في صدمه، مش عارف يتصرف. ايه اللي حصل بعدها؟ خرج ما خرجش، ايه اللي حصل؟ انما هو صوره اتسرقت وهو جواه. ماشي، ممكن حد يكون قاصد يصوره. طب صوره مع المطرب او الشخص التاني ده عادي، ما هو اتصور مع مئات البشر في دبي، من اول ما نزل في المطار وهو عمال يتصور. يعني المشكله اللي حصلت معاه قبل كده في الكابينه بتاعت الطياره دي، اللي هو صور مع الطيار برضه عشان التصوير، دي برضه يعني هنبقى نتكلم فيها بشكل تاني. فحمد المزروعي هو اللي جاب الناس دي صوروا معاه.
فلما سئل دلوقتي حامد المزروع قال لك لا يا عم الحاج، الراجل ما كانش يعرف حاجه، يعني الراجل ما كانش يعرف ان ده اسرائيلي. وبعد ما اتصور مع المطرب دوت والراجل التاني سالني محمد رمضان هم مين دول، قال له ده مطرب اسرائيلي وبتاع. قال فالراجل محمد رمضان وقف ساكت، وبعديها ب10 دقائق ساب الحفله ومشي. وبعد كده هو الراجل ده قال انا نشرت الصوره، ولما حسيت ان هي ممكن تعمل له مشكله شلتها. يا سلام، يعني انت مش عارف ان هي هتعمل له مشكله؟ يعني انت مش عارف ان ده اسرائيلي لما حضرتك جبته؟ هل قلت لمحمد رمضان او نبهته يا عم الحاج عشان تقيم عليه الحجه حتى؟ يا عم الحاج ده واحد اسرائيلي، تتصور معاه ولا ما تتصورش معاه؟ احنا عارفين ان انتوا المصريين ما يعني ما بتتعاملوش مع انما انت عملتها له مفاجاه بعد ما صورته والراجل سالك، حتى انت قلت له ده على كلامك انت. يعني لو انت عايز تطلعه من المشكله دي، انت مش عارف طب عايز تغرقه ولا عايز تطلعه. دي نقطه. النقطه الثانيه، الراجل الاسرائيلي المطرب دوت جابوه في اذاعه اسرائيليه وقال لا ده محمد رمضان كان عارف ان انا اسرائيلي. والدليل بتاعه ان هو بيقول، اللي هو المطرب الاسرائيلي دوت، ان هو عارف ان انا اسرائيلي لان انا كان معايا حرس، واحنا معروف ان احنا بيبقى معانا حرس لان احنا بنبقى خايفين علينا، فالمفروض عرف ان انا اسرائيلي طالما انا معايا حرس. طب اي حد ممكن يبقى معاه حرس. معنى كده ان هو انت معتمد ان الذكاء بتاع محمد رمضان طالما انت معاك حرس هتبقى اسرائيلي. يعني ايه الذكاء في ده؟ ما اي حد ممكن يبقى معاه حرس، ممكن واحد امريكاني يبقى معاه حرس. ثم هل الحرس قاعد معاك ماشي معاك جوه الحفله بيشرب معاك كاسين؟ ولا انت عايز تورطه تزود التوريط؟ لان انت مهما عملت شهرتك مش هتبقى زيه. فالموضوع يعني فيه احتمالات ان يبقى فيه مؤامره على الراجل. وفي حاجه تانية مهمه جدا برضو، اللي بيتقال ان محمد رمضان راح واخد عربيه واخد فلوس واخد بتاع. طب ايه المقابل عشان يروح يتصور مع الناس دي؟ يعني هل معلش محمد رمضان ما فيش معاه 2 جنيه عشان يبص العربيه ولا يبص لمبلغ ولا يبص لبتاع؟ ده راجل معلش يعني اولا غني، ثري جدا، معاه فلوس. محمد رمضان لو النهارده ما فيش في جيبه 2 جنيه، ما فيش في جيبه 2 جنيه، مع اول مسلسل او مع اول فيلم هيبقى معاه ملايين. يعني هنفرض النهارده ما فيش معاه 2 جنيه، فشهرته هي اللي بتجيب له الفلوس. يعني شهرته هي راس ماله، عشان يضيعها في صورتين وعربيه ومبلغ حتى ولا كان بالملايين. معلش يعني ما فيش عيل صغير هيعمل الكلام ده. يعني ما فيش عيل صغير هيعمل الكلام ده. يعني اي حد كده يعقلها. واحد معاه فلوس ضخمه بيعمل اعلان في فودافون بمبلغ، تحركاته وفلوسه ومسلسلاته واعماله واللي جاي بالنسبه له كفلوس اكتر من اللي معاه. سنه صغير، عنده جماهيريه جباره، المسلسلات بتاعته بتتباع قبل ما تتصور. فهل هيغامر بكل ده عشان يطلع مع واحد اسرائيلي ياخد صورتين وياخد له عربيه ولا ياخد له مليمين؟ انتوا يا جماعه بتتكلموا مع ممثل شحات. كل الهجوم نزل عليه من كل حد من كل حته. من الطبيعي راجل زي ده ناس كتير يبقى ليه اعداء حتى في الوسط الفني. الناس اللي هم مش قادرين يعملوا مسلسلات زيه او مش قادرين يوصلوا للشهره بتاعته من الطبيعي ما يحبهوش. وخصوصا ان هو برضه في عنده مشكله برضه ان هو بيتفاخر وعامل ان هو نمبر 1 وي 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 وي. ماشي، ممثل وموهوب وكل حاجه وطلعت من الصفر، انما برضه يعني في ممثلين كتير على الساحه. فالحاجات دي كلها مسببه له مشاكل كبيره. بس هو مش محتاج فلوس عشان خاطر ياخد فلوس عشان يتصور مع اسرائيل. انما هتلاقي السيناريو الارجح ان هو استعمل في الموضوع ده، واي ممثل تاني كان هيروح مكانه الحفله دي من غير ما يعرف ان فيها اسرائيليين وناس هيجوا يتصوروا معاه ويفوجئ ان فيهم اسرائيليين كان هيقع في نفس المشكله. في الفيديو اللي اتعمل دوت اللي هو موجود فيه في اغنيه هافا نجيل هافا دي، الاغنيه اولا ما كانش في حد بيغنيها، دي كانت شغاله في الدي جي. والراجل قال ان في واحد من المدعوين وطبعا اكيد هيكون اسرائيلي هو اللي طلب ان هي تشتغل. اشتغل قبلها اغنيه فرنسي واغنيه انجليزي واغاني تانية ودي اتحطت. هو الراجل كان موجود اتصور ودي تحديدا هي اللي شغاله. يبقى الموضوع فيه نيه مبيته. تطلع الصور فالموضوع يولع، بعدين تخش بالكارت التاني فالموضوع يولع اكتر، بعدين بقى تخش بقى بالحاله النفسيه والاعلام. دي نقطه. محمد رمضان في وقت من الاوقات قناة الجزيرة عملت فيلم اسمه العساكر علشان خاطر تشوه الجنود بتوع الجيش المصري. فمحمد رمضان عمل فيلم مضاد للفيلم ده
طلع فيه الجندي المصري وفي المراكز بتاعت التدريب، وطلع بشكل كويس، طلع جندي مصري محترم. كسر الفيلم اللي بتاع العساكر اللي اسرائيل ده، اللي قناة الجزيرة دي عاملة بيه ضجة جبارة. طب مين ليه مصلحة في تشويه الجيش المصري او الجنود المصريين؟ الجزيرة واللي وراها، ماشي اوكي. فهو لما يرجع هيبة الجندي المصري بفيلم هو عمله لان هو سنه صغير ومحبوب، ويعمل فيلم زي ده، هل فكركم مع اول وقعة الجزيرة هتسمي عليه، او القنوات التركية، او القنوات القطرية اللي من وراها طبعا ممكن تكون في صهيونية وراها؟ من الطبيعي ما اول وقعة كله هينزل عليه، هو ممكن يكون محفور له المغرز ده من ضمن الاسباب. ادي اول التطبيع، هيبتدي يكسر لك اللي عندك، حلو او وحش هيكسره. فده شكل دفاعي مبدئي لو فرضنا ان دي مؤامره. فيعني الموضوع ممكن يخش في منحى اخر، انما هو علشان يعرف الكلام ده ويروح له ويخسر كل النجوميه بتاعته. هو انت نجوميته هي الفلوس، هيروح يضيعها عشان ياخد مبلغ وهيتصرف وهيخسر كل المعجبين بتوعه وكل الدوله بتاعته وكل الناس بتاعته. امر مش منطقي. انا عمال اجيبه يمين شمال لقيته امر مش منطقي بالمره، امر مش منطقي بالمره. وهو لو مش عارف ووقع مع الصهاينه والعملاء من العادي هياكلوا عليه عيش، ده امر طبيعي يعني، ده لوحده رايح لوحده وما يعرفش الدنيا مستنيه فيها ايه. نجيب ساويرس رجل الاعمال طلع علق تعليق، قال ان انا بعد كده بقى اي حد بقى هتعامل معاه هقول له اديني جواز سفرك عشان اعرف اتصور معاه، انا مش ضمان ممكن اتصور مع واحد اسرائيلي من غير ما اعرفه، ابقى لابس اسود. بس المشكله في ناس بقى معاش جواز سفر، اعمل معاها ايه؟ السيد علاء مبارك طلع كمان اتكلم في الموضوع، قال المفروض محمد رمضان يقدم اعتذار للشعب وللناس وللجمهور والموضوع ينتهي، يعني عشان الموضوع يتلم يعني، وهو يطلع يعتذر والناس هيتقبلوا الاعتذار ده. فيعني في ناس كتير بيحاولوا يحلوا الموضوع وان شاء الله يتحل، ولكن برضو المشكلة ان ما ينفعش نسيب الساحة الدول العربية عشان دخلها 2 3 اسرائيليين خلاص المصريين يروحوا يقعدوا في البيت. الكلام ده ما ينفعش برضو، بعد كده بيسيب لهم الساحة. اي مؤتمر، اي بعثة، اي مؤتمر فني، اي حاجة رياضية، اي حاجة ثقافية، اي حفلات، اي ندوات، لو راح 2 3 اسرائيليين خلاص يبقى احنا محرومين ان احنا نتحرك، لان انت لو رحت هتبقى عميل، هيبقى خلاص بقيت ايلي كوهين، خلاص يبقى بقيت عميل وعايز تطبع مع اسرائيل ويترسم لك بقى كل الرسومات المهببه، ويبقى خلاص رحت في 60 داهيه. خلاص سيب لهم بقى الساحه، هم يتحركوا ويروحوا يجوا براحتهم، يبقى خلاص عمل لك اول ضربه، خوف كل الناس اللي حواليك من مثقفين لرياضيين لمتعلمين لغير متعلمين لممثلين. خلاص تروح اي حفله لا خليك بقى قاعد في بلدك واحنا نتحرك مطرحك، احنا ناخد مكانك. ليه؟ لان انت لو جيت هتبقى عميل ووحش زي ما حصل في محمد رمضان، كل واحد بقى يلزم مكانه، كل واحد يلزم بيته، احنا موجودين، احنا حضرنا، احنا خلاص موجودين واخدنا مكانكم. هو ده المقصود من اللعبه. اضرب محمد رمضان، مش محمد رمضان يعني من اشهر الناس بتوعك، خلاص هو اخد على دماغه. وريني بقى مين تاني بقى هيروح يحضر هناك، اي حد يروح يحضر يضطر يخرج، هيشغلوا له هفه نجيله هفه، خلاص هيروح في نصيبه. هيجي واحد يتصور معاه يبقى انت قاعد بقى متوجس خيفه، يا نهار اسود لا يكون فيهم واحد اسرائيلي، يا عم ناخد بعضي واروح انا ناقص. هل هي دي هتبقى الطريقه؟ هو ده الحل؟ الراجل طلع وحط علم فلسطين على الصفحه الرسميه بتاعته، لا 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 لا، انت خلاص انت كده من الكفار، انت كده رحت في نصيبه، انت خلاص طبعت مع اسرائيل. لا لا ما ينفعش الكلام ده يا جدعان، انا ما كنتش اعرف. لا لا انت كذاب، انا ما قلتلكش على اسمي، انت شكلك كذاب، انت واخد فلوس، انت يا عم الحاج انت قابض عربيه، انت تروح تعيش في اسرائيل وتريحنا. يا سلام، يا خلاص بالطريقه دي. فالموضوع يعني الموضوع يعني انا عمال اجيبه يمين شمال يمين شمال، عمال اجيب صور واحطها على دماغ محمد رمضان، اجيب الفيديو واحطه على دماغ محمد رمضان. لكن لما دورت ورا حمد المزيني ده لقيته هو اصلا بيدور على التطبيع وما عندوش اي مشكله والدنيا حلوه معاه زي الفل، وعايز يلبس اي حد معاه. انت تجيب الناس وتخليه يتصور معاهم وبعدين تطلع انت الصور. الله، حاجه غريبه قوي يعني. طب ما هو اتصور مع فلسطينيين واتصور مع عرب واتصور من اول ما نزل في المطار حتى مع اجانب كتير.
افرض حد من الاجانب دول برضه اسرائيلي، طب هو هيعمل ايه؟ يعني هيعرف عن ايه؟ ده من اول ما نزل من المطار وهو عمال يتصور 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 يتصور. افرض واحد في المطار ده طلع اسرائيلي، نعمله احنا ايه دلوقتي؟ انا هو ودي اوراقه لفضيله المفتي عشان نرتاح من الموضوع. فيعني ربنا يسهل، نشوف ايه اللي هيحصل.